عايزه هي اللي تركز، دي واحده خربت بيتي وشردت اطفالي وكده، انا اللي ببقى عايزه انتقم او لكن سبحان الله المجرم هو اللي بيحوم دايما حوالين مسرح الجريمه. لأول مرة ياسمين عبد العزيز بتكشف بالفيديو سبب طلاقها من أحمد العوضي، وهو الخيانة الزوجية. واحنا في شهر رمضان لما سبب زي ده يطلع يبقى فيه لغز، يبقى محتاجين نرحب بحضراتكم في البداية ونقول لكم اللغز ايه. قبل ما نبتدي قصة ياسمين عبد العزيز اللي ما بتنتهيش هي واحمد العوضي، محتاجين نقدم واجب العزاء لأسرة إحسان ترك، الفنان إحسان ترك اللي النهاردة اتوفى عن عمر 71 سنة. هو كان في المستشفى نتيجة لحالته الصحية اتدهورت بسبب كان في انسداد بعض الشرايين عنده، وأثناء التسليك مات. آخر حاجة كان قالها الفنان إحسان ترك لمراته اللي هو فرح بحسن شاكوش المطرب المهرجانات حسن شاكوش، اللي اعلن اللي هو هيساعده خلال الفترة اللي جاية. طبعا حالة إحسان ترك كانت المادية صعبة جدا واتأخرت جدا، وكان عدد من الفنانين دعموه وساندوه، منهم محمد رمضان، منهم أحمد العوضي، وكان آخرهم حسن شاكوش. النهاردة رحل عن عالم الدنيا بتاعنا وراح للآخرة، للباقية، للوضع الافضل، ربنا يجعله في الجنه باذن الله. واحنا في ايام مفترجه في منتصف رمضان، ربنا يغفر له كل ذنوبه ويدخله الجنه بدون حساب. هنيجي للجزء الثاني بقى للدنيا، وهنا عندنا الدنيا مجنونه حبتين عشان ياسمين عبد العزيز مش مبطله من وقت للتاني اللي بتعمله في احمد العوضي، والمره دي كان غريب بعد ما نشرت الفيديو ده. تعالوا نشوفه ونقول لكم قالت ايه. يا ليل. الفيديو ده ياسمين نزلته على صفحتها، وبعد كده ابتدت تكتب كلمتين وقالت انا شفت المشهد ده فين يا ياسمين. بعد كده كتبت تحتيها قصدي يا ليل، وضحكت، وكل الناس عارفه هي بتتكلم ان المشهد ده حصل لها. وسبب الطلاق مع احمد العوضي ابتدت تكشف عنه، بخصوصا ان احمد العوضي هو كمان اعلن مع رامز جلال ان فرحه بعد رمضان، بعد العيد الفطر. فعشان كده اكتشفت الموضوع او كشفت عن الموضوع الخيانة هي كانت سبب من اسباب طلاق ياسمين واحمد العوضي. مش بس كده، نزلت كمان فيديو امبارح بيتكلم على الموضوع ده. اللي متابع مسلسل ونقابل حبيب بتاع ياسمين عبد العزيز هيلاحظ ان نيكول سابا اللي هي ركا اللي هي خطفت زوج ياسمين، رغم ان انا متحفظة شوية على كلمة خطف، مش راجل بيتخطف، هو في راجل بيروح بمزاجه، هو مش طفل صغير يعني. لكن خربت بيتها وشردت اطفالها وطردتها من فيلتها وبهدلتها يعني، ومع ذلك هي اللي مركزه مع ياسمين عبد العزيز مش العكس. يعني المفروض ياسمين عبد العزيز هي اللي تركز، دي واحده خربت بيتي وشردت اطفالي وكده، انا اللي ببقى عايزه انتقم او لكن سبحان الله المجرم هو اللي بيحوم دايما حوالين مسرح الجريمه، هو اللي دايما بيلف ويدور حوالين جريمته. فده بالظبط اللي بتعمله نيكول سابا، وكل واحده مجرمه بتخرب بيت وتشرد اطفال وتبني سعادتها على انقاض سعاده غيرها، هتلاقيها دايما هي اللي بتلف وتدور حوالين الزوجه الاولى او الانسانه يعني اللي هي ملهاش ذنب غير انها اتضحك عليها او اتغدر بيها. قيسوا في كل حاجه، يعني هو حتى دي اللي بيقرا روايات بوليسيه عارفها، وهم بيعرفوا حل الالغاز البوليسيه من هنا، ان القاتل او اللص او كده دايما بيحوم حوالين الجريمه. فكل واحده خربت بيوت مجرمه هتلاقوها دايما بتلف حوالين الزوجه الاولى او تدور وتبقى عايزه تعرف اخبارها، لان دايما كمان بيبقى عندها هوس ان اللي هي عملته في غيرها هيتعمل فيها. طبعا الملاحظ ان اتجاه ياسمين في كشف اسباب الطلاق عن احمد العوضي ماشي في الاتجاه ده، بس الصدفه البحته ان المسلسل بتاعها بيتكلم عن موضوع الخيانه. فيا ترى دي صدفه فقط لا غير، ولا الجمهور ركب وخلط الاتنين ببعض وقال فعلا احمد العوضي خان ياسمين عبد العزيز؟ النهارده كنا محتاجين نشاور على بعض الحاجات، وخدتها فرصه مناسبه ان انا اترحم على الفنان إحسان ترك، ربنا يرحمه ويغفر له. بنقدم واجب العزاء مره تانية. اشوفكم على الف خير، السلام عليكم. الله يسلمك يا حبيبي، انا بطمن اهلي وناسي بقول لهم انا بخير الحمد لله. وكانت طبعا الازمه كانت شديده جدا في البدايه،
وبدات ارتاح منها، بدأت اني بقدر اتكلم يعني لغايه اول امبارح بالليل ما كنتش بقدر اتكلم. فنان إحسان ترك مر بمواقف صعبة وأليمة، وإحنا عارفين ده كويس جدا. من ضمنها بعض التصريحات نزلت إن حضرتك بعت عفش بيتك وبعت عربياتك. الكلام ده حقيقي؟ بعتهم. إيه السبب اللي يخلي فنان كبير زيك والمفروض إن هو يعني عنده أملاك وإن هو مرتاح ماديا، عايز اصرف، عايز اعيش، عايز افتح بيتي. الادوار الفنيه اللي انت عملتها خلال يعني الفتره الزمنيه اللي كنت فيها على الساحه او في مجال الفن ما كانتش قادره تكفيك من الناحيه الماديه ان انت تقضي بقيه عمرك؟ يا بابا انا جاي من اوروبا من بره، معايا ارقام، مبلغ بقدره. طبعا بقالي 5 سنين قاعد، وكنت عملت كذا مشروع، واللي خسرت فيه واللي سرقت فيه واللي اتنصب عليا فيه، فطبعا لازم ابيع حاجتي عشان اقدر اعيش وافتح بيتي. الفنان إحسان الترك وصف الفن بان هو غدار تقريبا. الفن غدار. عايزين نعرف من حضرتك ليه وصفت الوصف ده؟ شوف حالتي اللي انا فيه. اما اكون بقى ما يقارب من 5 سنين ما بشتغلش، هو ده ينفع؟ لا طبعا. 5 سنين ما بتشتغلش. طيب كان معظم الادوار بتبقى اب، بتبقى مسؤول. بتبقى ادوار يعني الناس او المخرجين دايما شايفينك في الادوار المحترمه جدا. هل انت شايف الدور ده ظلمك في الفن؟ هو نوعا ما ظلمني، بس برضه هعمل ايه يعني؟ المنتجين دلوقتي بيركزوا على مجموعه معينه من الفنانين. تفتكر يعني ليه ما بصوش لإحسان ترك اللي هو صاحب مثلا الارشيف الجميل اللي الناس بتحبه؟ هو مش انا لوحدي، خلي بالك. انا في اقدم مني واكفأ مني وناس جميله جدا، وتعالى شوف معاناتهم عامله ازاي. معاناه كبيره جدا. وصف المرض اللي إحسان ترك بيمر بيه دلوقتي؟ هو ما فيش، هي كانت نازله شعبيه حاده جدا يعني. فاثرت بقى عليها وبهدلتني يعني. وسائل الاعلام والمواقع الاخباريه دايما مع الفنان الكبير إحسان ترك يعني بترصد له اخبار ازمات، ما بترصدش مثلا اخبار للاطمئنان عن إحسان ترك. تفتكر ليه؟ والله بقى ما اعرفش، ده من كتر ازمته مثلا او لا دي سياسه موقع او جريده او كذا يعني. طيب الفنان إحسان ترك بيتمنى ايه الفتره اللي جايه؟ اتمنى ان انا بعد ما اقوم بالسلامه